الاهتمام بالشكل ونسيان الجوهر. الناس دايما بقت تهتم بالظاهر أكتر من المضمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مشوار. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا شايفينه حوالينا، وهو الاهتمام بالشكل ونسيان الجوهر. تفتكروا ليه معايا كده الناس بقت تهتم بالظاهر أكتر من المضمون؟ بصوا كده معايا. النهاردة السوشيال ميديا مليانة صور وفيديوهات فلترز وأناقة، كل حاجة لازم تبان مثالية وعلى أكمل وجه. الناس بقت بتقيس قيمة الشخص بالمظاهر، باللبس، بالعربية، بالفلوس، أكتر من المضمون، يعني أكتر من الجوهر. بس الحقيقة إن الجمال الحقيقي مش بس في الشكل، الجمال الحقيقي في الروح، في الأخلاق، في المضمون. الدين عندنا بيقول لنا كلام مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني ربنا شايف جوه الإنسان مش بس شكله الخارجي. الإمام الغزالي قال: جوهر أهم من المظهر، لأن المظهر قد يخدع، أما الجوهر فهو الذي يثبت. يعني ممكن شخص شكله جميل جدا وحياته تبهر بجد، لكن قلبه فاضي، يعني مالوش قيمة حقيقية. خلينا ناخد مثال بسيط. الناس النهاردة ممكن تتجمل، تلبس أفخم الملابس، تتصور صور تبهر، لكن لما نلاقي الشخص ده مش عنده أخلاق، مش عنده علم، مش بيعمل خير، هتلاقي مظهره ده مجرد قشرة فارغة. وفي المقابل الصحابة كانوا نموذج حقيقي جدا للجوهر. أبو بكر الصديق وعمر الخطاب، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، مش مهم كان شكلهم ازاي، المهم انهم كانوا قدوة في الصدق والعدل والتواضع والخير. إمام ابن القيم قال: الإنسان يزدهر بعمله وأخلاقه لا بزخرف مظهره. يعني الجوهر الحقيقي للإنسان هو اللي بيخلينا نحترمه ونقدره، مش المظاهر المؤقتة. تخيل كده معايا لو كل واحد فينا ركز على الجوهر بتاعه، اللي هو العلم، الأخلاق، القيم، العمل الصالح، هنلاقي المجتمع اتغير. الاهتمام بالشكل لقى مكانه الطبيعي، بس الجوهر هو اللي بيحدد القيمة الحقيقية. نصيحة صغيرة ولكن قوية: ركز على تطوير نفسك من جوه، مش بس مظهرك من بره. قيم الإنسان واللي حواليك بالمضمون مش بالمظاهر. اتعلم أخلاق الصحابة والعلماء، هي دي كنوز الجوهر. خليك فاكر دايما ان ربنا شايف قلبك وأعمالك قبل أي حاجة تانية. خلي هدفك في الحياة يكون تطوير الجوهر قبل الشكل. في الآخر، اهتمام بالشكل مش غلط، لكن لو نسي الإنسان الجوهر هتضيع القيمة الحقيقية. اهتم بمظهرك، بس الأهم مليون مرة اهتم بتجميل روحك وأخلاقك ومضمونك. ده كان درسنا النهاردة، درس عن الفرق بين الشكل والجوهر، عن قيمة الأخلاق والعمل، وعن الطريقة اللي لازم نعيش بيها حياة مليانة مضمون حقيقي. والسلام.